مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مقابلة خاصة. يسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق. مرحب بحضرتك معنا. أهلا فندم. أهلا. طبعا الأحداث بتتوالى بصورة متسارعة جدا منذ 30 من يونيو، وكنت حتى قبل هذا اللقاء أو قبل البداية بسأل حضرتك، هل تفاجئت بحجم الناس؟ تفاجئت بالتدفق الكبير جدا وبالفرحة بأن الرئيس مرسي تم عزله؟ هل ده كان مفاجأة بالنسبة لك؟ لا، هو المفاجأة بالنسبة لي هو الحجم الأكبر. أنا كنت متصور حالة الغضب الشعبي اللي موجودة على نظام الرئيس مرسي وأسلوب إدارته، وإحنا نفسينا في حزبنا يكاد يكون في إجماع داخل الحزب على هذا الغضب وهذا الرفض داخل حزبنا. لكن أنا ما كنتش متصور إن المواطنين يتجاوبوا مع هذا الاتجاه بهذا الحجم الأكبر، مش الكبير. كنت متصور حجم كبير، وده اللي دفعنا في الحزب إن إحنا من 3 أشهر إن إحنا نطالب الرئيس مرسي بإن هو يسارع بعمل استفتاء عن انتخابات رئاسية مبكرة، عشان نتنينا محترمين العملية الديمقراطية والمشروعية. اعمل استفتاء لعل الشعب، الكلام اللي إحنا شايفينه بين شعبنا، واحنا كنا كحزب مصر القوية بننزل نقابل الشباب ونقابل الناس ونقعد معاهم، كنا شايفين حالة الغضب اللي موجودة وحالة الانقسام الشديد اللي موجود ده كله. فده يعالج ما دمت جيت بالصندوق، وده محل احترام وتقدير. فعليك ان تعود اكلوك، وهو الشعب صاحب الحق الاصيل، وتعمل استفتاء. للاسف لم يتم التجاوب مع هذا الطلب بتاعنا، وكنا هدفنا قلنا لان البديل الاستمرار في هذه المسألة والوضع الغاضب ده ان البلد والوطن، وده الاهم عندنا. يعني عندنا في حزبنا اهم من ان يكون الرئيس مرسي رئيس او ليس رئيس. استقرار الوطن ومؤسساته الهامه زي القضاء والجيش لازم يبقوا مستقرين. بديل للفوضى ان احنا نروح في فوضى، او ان احنا نصل لحد يدفع المؤسسه الوطنيه اللي بنعتز كلنا بيها وهي الجيش انه يتدخل في المشهد. طيب، من وجهة نظر حضرتك، لأنه جماعة الإخوان حتى هذه اللحظة لا يعني تعترف بأنه هناك سوء إدارة وهناك أسباب للفشل خلال العام الماضي أدت إلى حدوث المشهد الأخير وخروج كل الملايين دول بيطالبوه بأنه يبتعد. تقدر ترتب لي مثلا 5 عوامل أساسية أدت إلى هذا الفشل؟ هم نفسهم احد اسباب الفشل اداره الاخوان، لانها شاركت في هذا الفشل بتدخلها مع الرئيس في اداره الدوله، ودي مخالفه لما تعهد امامنا به الدكتور مرسي في المرحله الانتقاليه، ان هو يدير بشكل مستقل عن اداره الاخوان. فده احد الاسباب اللي حضرتك عاوزه. السبب الثاني ان الدكتور مرسي ايضا خرج عن تعهده معانا بان يدير اداره تشاركيه، بمعنى احنا في مرحله انتقاليه بنبني الوطن، لا يجوز ان نعتمد على مين فاز فينا، وده كان قبل ان يفوز، لكن نعتمد على ان اللي يجي مننا كمرشحين للرئاسه عليه ان يستعين بكل القوى الوطنيه الشريفه في اداره المشهد. فهو لم يفعل هذا باشراك الاخرين. يعني اقصى الاخرين، هو اصل اقصى دي معناه ان هم موجودين واقصاهم لكن هو مش اقصاهم، هو لم يشركهم اصلا، لان كان هو ولا احنا جميعا كقوى سياسيه موجودين في المشهد السياسي. كان حسني مبارك وعصابته لوحدهم يعني، فبالتالي ما فيش محل للاقصاء هنا. لان فالامر الثالث والمهم الحقيقه، ده حسني مبارك قصدك مرسي بقى حضرتك ولا بتقصد مين؟ لا في ايام في ما قبل مرسي، يعني ما قبل الدكتور مرسي ما كانش حد موجود في المشهد الا نظام مبارك يعني. فالامر الثالث ان الدكتور مرسي ما اعتمدش على ما اتفقنا عليه، ان يعتمد على اهل الكفاءه في اداره مؤسسات الدوله وليس اهل الثقه. اهل الكفاءه هم من يديرون مؤسسات الدوله، ودول كلهم موجودين داخل دولاب الدوله. للاسف لم يفعل ذلك، فترك دولاب الدوله بتاع نظام مبارك بكل مفاسده وانحرافاته موجود كما هو. وهذا الدولاب نفسه كان احد اسباب رئيسيه لتعويق ادائه، وهو لم يدرك هذا. يعني هم النظام القديم كان موجود بعمق، احنا حذرنا من هذا كثير جدا، ان احنا في ثوره بعد هنا، والثوره لا تعني ان نذهب برئيس وناتي برئيس. دي ما تبقاش ثوره. يعني ان تذهب برئيس وتاتي برئيس ليست ثوره. ثوره تعني
ثورة على الوضع الفاسد والمنحرف والمستبد كله. طيب هل من كانوا حول الرئيس السابق مرسي من جماعة الإخوان ومن أهل الثقة كانوا يفتقدون إلى الكفاءات والقدرات التي تمكنهم من إدارة الدولة؟ هم كذلك، وأي حد من المعارضة كان يجي، وده كلام أنا أكدته، يعني هذا لا يسيء إليهم أنهم يفتقدون الكفاءات، لأن سواء هم أو غيرهم من كل جبهة الإنقاذ والمعارضة للدكتور مرسي اللي احنا منهم كلنا كمعارضين للدكتور مرسي، لو أن أي طرف فينا جه مكان الدكتور مرسي كان سيكون هو نفسه وأنصاره يفتقدون للكفاءة لسبب بسيط، أن نظام حسني مبارك اللي استمر لغاية انتخاب الرئيس مرسي لم يكن يسمح لأي طرف في المعارضة أن يقترب من إدارة الدولة أصلا، وبالتالي من أين تكون الخبرة؟ وبالتالي أنا نصحته، كنت قلت هذا أثناء حملتي الرئاسية، أن إدارة الدولة إذا جاء رئيس من المرشحين دول كلهم يجب أن يعتمد على أهل الكفاءة اللي داخل الدولة نفسها، بس الجزء الشريف والوطني والنظيف ودول موجودين في كل مؤسسات الدولة. حسن حضرتك طبعا، لأن الأحداث كما نرى هناك اعتصامات في ربع العدوية، عند جامعة نهضة، عند جامعة القاهرة، في أماكن أخرى، هناك نية للتصعيد على لسان قيادات الجماعة، عندما يذكر دكتور البلتاجي أنه عمليات العنف في سيناء لن تتوقف إلا بعودة مرسي، عندما يذكر دكتور صفوت حجازي نحن في صدد مزيد من التصعيد، وده بعد أحداث الحرس الجمهوري مباشرة. قبلها دكتور عصام العيان يعني بيذكر ما يفيد أنه الشهادة، وهل يستخدموا الشباب كوقود لحرب أهلية؟ احنا هنا الحقيقة أمام خطر، يجب أن الخطرين، الخطر على الوطن وخطر على مؤسسات الدولة. الحقيقة كل من يتحرك لو لم يضع هذا في اعتباره فسينظر إليه الناس جميعا، وده الحقيقة اللي كان موجود قبل كده. يعني احنا كنا خلال فترة الرئيس مرسي حالة شيطنة لبعض رموز المعارضة والجبهة، الجبهة الوطنية، ونحن الآن نمارس حالة شيطنة على تنظيم الإخوان وعلى رموز وعلى وعلى وعلى. هذا كله خطر، هذا يجعلنا ده خطر وده خطر الحقيقة. ففي خطر على الوطن نفسه وده الحقيقة الناس مش منتبهة ليه، وخطر على مؤسساته الرئيسية، وأهم مؤسسة فيه يجب ألا نمس تماسكها واستمرارها وأن تكون قوية هي مؤسسة الجيش، لأن المؤسسة الوحيدة اللي باقية في هذا الوطن لم يخربها حسني مبارك. يجب أن دي شهادة نقولها. مؤسسات الدولة كلها في التعليم والصحة والقانون وغير ذلك تم تخريبها، نظام مبارك خربها على مدار 30 سنة. بقيت مؤسسة الجيش بعيدة عن هذا التخريب وده مهم للوطن بالذات، وان ما فيش اصبحش في منطقة الشرق الاوسط، منطقة العروبة والاسلام، ما فيش جيش في هذه المنطقة الا الجيش المصري بعد تدمير الجيش العراقي والان يدمر الجيش السوري، فلم يكن. الحقيقة ده لازم يؤخذ في الاعتبار، من كافة الاطراف، ان علينا ان نبتعد عن تجريح والاساءة واهانة هذه المؤسسة لصالح الوطن ولا لشيء اكثر من ذلك. وعلى قيادات هذه المؤسسة، وانا عنده يتمتعون بقدر كبير جدا معظمهم بالوطنية والاخلاص والشرف العسكري، ان يبتعدوا بهذه المؤسسة بقدر الامكان وباقصى درجات الوطنية عن اقحامها في المشهد، او يكون طرفا سياسي، طرفا مع هذه القوة او تلك. ده مهم، ومهم في الممارسات عشان تظل حافظين على هذه المؤسسة. فده موضوع موجود ومطروح ويعرض البلد والوطن لخطر. الامر الثاني، يجب ان يظل دوافعنا في اتخاذ المواقف هي فين المصلحة الوطنية. انا حينما يكون الدافع الرئيسي بتاعي هو مصلحة حزبي او تنظيمي او رغبتي الشخصية في ان اكون زعيما او رئيسا للوزراء ثم فلتضيع مصر، الحقيقة لازم نرجع نفسينا. البلد لو ضاعت وهذا ما يراد به الآن كل هذه الاعتصامات، يعني الحفاظ على أنه الرئيس مرسي. لا، هو أسلوب لأن الاعتصام وكل وسائل التعبير السلمي ابتداء من إبداء الرأي وانتهاء حتى بالعصيان المدني، هذه مكتسب من مكتسبات يناير. ومنع التصعيد والتهديد بالتصعيد لا يجوز أن نفرط فيها، لكن حينما نمارس هذا الحق في التعبير سواء اعتصام أو إلى آخره بطريقة تؤدي إلى تخريب الوطن، هذا خطر، تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب ومزيد من الكراهية
والعدوان واستخدام لغة عنف لفظي وعنف مستغلين المعتقدات والدين. هذا الاستغلال الحقيقة اللي لا يليق بالدين نفسه، ده سواء عمله هذا الطرف أو ذاك. ويمكن دي أثبتنا، أنا بقول لحضرتك بكل إخلاص، في حزب مصر القوي أننا الحقيقة مع طرفي الاستقطاب، اللي طرف بيمثله تنظيم الإخوان وطرف بتمثله المعارضة اللي كانت بتقودها جبهة، الجزء من المعارضة اللي بتمثل جبهة الإنقاذ. حضرتك في موقف دايما بيتهموك ان انت المرشح الخفي لجماعه الاخوان، البديل لجماعه الاخوان. الاخوان لما يفشلوا هنا حضرتك هتكون البديل، دائما حضرتك موضوع في هذا المكان يعني. لا، ما هو ايضا ده الطرف الثاني، ما انا عشان كده بقول لك ادم في استقطاب، ففي ظل الاستقطاب يبقى مطلوب من طرفيه لازم كل واحد عاوزك تبقى معاه، فلو اخذت موقف ضده فيلعنك، فاذا اخذت موقف مخالف للطرف الثاني فيلعنك. وحضرتك الان بتقف في اي موقف؟ احنا لينا موقفنا الخاص اللي مبني على المعاني اللي قلتها، معنى حفاظ على الوطن وحفاظ على مؤسسات وحفاظ على الاستقلال الوطني، حفاظ على الحرية، لأن دي أعز ما يملك المواطن المصري، وبالتالي بنتعرض لقصف مركز من طرفي الاستقطاب. هل حضرتك بترى موقف قيادات الإخوان بالإبقاء على كل هذه الاعتصامات والتهديد والتلويح بمزيد من التصعيد، وخصوصا شهر رمضان، كل سنة وحضرتك طيب، يعني بيصلوا الفجر واتضربوا، لا ده بيصلوا القيام واتضربوا، لا ده صايمين واتضربوا، صورة بيتم التوجه بها هي بالفعل الناس ماتت، لكن في نوع من التحريض من هذا الجانب وبيؤدي إلى عنف في النهاية. هل ده موقف تكتيكي يملكوا أوراق ضغط يعيدوا بها الرئيس السابق مرسي، أو للحصول على مكاسب ما، أو هو الاحتجاج أي طرف يحتج على الإطاحة بالرئيس مرسي، المحتجون على الإطاحة به هذا حقهم في التعبير، لكن والطرف الآخر اللي نزل الشارع ونحن كنا منهم واللي طالب بإسقاط الرئيس مرسي عبر الصندوق، وعشان كده كان العنوان الرئيسي لمظاهرات اللي كان لينا مشاركة مبكرة فيها 30 يونيو هو انتخابات رئاسية مبكرة. المهم ان هذه الاطراف تمارس حقها في التعبير بشكل سلمي ودون المؤسسات بمصالح الوطن نفسها، وان تكون هذه الممارسة بعيدا عن الاستغلال لمصالح احزاب او استغلال معاني الدين والوطنية لتحقيق مصالح قريبة، لان في النهاية ده يشكل خطر على الوطن. طب هل يمكن استيعاب جماعة الإخوان قريبا في المعادلة السياسية، بمعنى أن هم يدخلوا في انتخابات برلمانية، يدخلوا في انتخابات الرئاسية هذه المرة، أم أن حضرتك بترى أنه يعني الجرح شديد، وأن حتى أدائهم الفترة الماضية أدى إلى تآكل كبير في شعبيتهم وممكن أن هم ما يدخلوش؟ هذه مسألة تخصهم ان هم يدخلوا او ما يدخلوش، كيف ترى ان هم يقدروا شعبياتهم بطريقة صحيحة او غلط. اما احنا احد المعايير الرئيسية في مطالبتنا منذ مظاهرات او الموجة الثانية لثورة يناير اللي تمت في 30 يونيو هو عدم اقصاء اي طرف. هل ممكن يدخلوا في الظروف دي حضرتك شايف؟ حتما لازم يدخلوا، ولا يعني يسمح لاي احد، ولا احد اعلن انه يريد، دعيكي من ناحيتهم من التشوهات اللي فيها كراهيه من الاطراف المختلفه. انا اقصد هم بفكرهم، وحضرتك اكيد ادرى بكل اعضاء الجماعه، هل ممكن هم يقدموا على الدخول؟ لا، انا ابقى امين واقول لحضرتك ان انا مش بقتش ادرى دلوقتي. المشهد اللي انا تركته من 2009، الحاله اللي موجوده دلوقتي مختلفه عنه حسب ما بشوف، وبالتالي لا اكون امينا اذا علقت. ان البعض دائما بينظر الي بحكم تاريخي اللي انا فخور ومعتز بيه جدا لغايه ما تركت في 2009 ان انا ادرى بهذا. هناك تغيرات حصلت كثيره داخل هذا هل المتشددين هم الذين يقودوا التنظيم فبالتالي الآن؟ لا اكون امين اذا علقت على الحاله بشكل وكاني خبير في هذا التنظيم. يعني بما ترى وتلاحظوا، هل الجماعات متشدده داخل الجماعه هي اللي بتقودها الان؟ حتى لو ده موجود وعشان كده انا بقول انا مناش موجود، علينا ان نواجهه. لو تشدد في الفكر يواجه بفكر، لكن يواجه بإقصاء أو بإثارة الكراهية ضد أي فصيل وطني. أنا ضد هذه المسألة على طول الخط. طيب، الشاعر أحمد فؤاد نجم كتب تغريدة منذ عدة أيام، قال عبد الناصر والسادات ومبارك لم يستطيعوا القضاء على جماعة الإخوان طوال 80 عام، وجه
دكتور مرسي وقضى عليها في عام واحد، بتتفق مع هذه المقولة؟ لا، قضى عليها، لكن يمكن هو قصد ان ما احدثه الاداره الحاليه من تشوهات واساءه واثاره الغضب اللي احنا كنا ملاحظينه كلنا في الشارع المصري ضد تنظيم الاخوان، هم الاداره الحاليه هي المسؤوله عنه. الحقيقه التشوهات اللي عملتها مسؤوله، وهذا شكل من الاشكال التي يجب قواعدهم تحاسبهم عليه. يعني قواعد لازم تحاسب الاداره عن هذا، لان في النهايه التنظيم ده مسؤوليه صحابه، ما هو جزء من مصر صحيح. هل يمكن ان يحل هذا التنظيم ولا يحل من قبل الجمعيه اللي تم اعلانها او لا احنا ضد استخدام اي وسائل استثنائيه وضد اي تنظيم او حركه. يجب ان يتم التعامل. احنا في جو بعد ثوره يناير اللي كان احد مبادئ الحريه والكرامه التعامل الاستثنائي واستدعاء مشهد 54 بين الاخوان وبين السلطه، بين جمال عبد الناصر الله يرحمه. ده لا يجوز ان يتم استدعائه، ولن يسمح بمثل هذا لا في حق اي طرف من الاطراف، في اي حق اي طرف من الاطراف الوطنيه. طب هل بعد الفشل، بعد عام من تولي الدكتور مرسي للرئاسه والفشل، هل يعني دايما بيصوروا ان ده مشروع، ده ضد المشروع الاسلامي؟ وانا يعني انا ضد هذا الاستغلال الحقيقه، ضد استصحاب كلمه المشروع الاسلامي على من يؤمن بالمشروع الاسلامي. ونحن في حزب مصر القويه معتزين بان احنا، بل كل الاحزاب المصريه تعتز بانتمائها للحضاره الاسلاميه. عليه ان يحول هذا الى ممارسه عمليه وسلوكيه على الارض. هل يتناقض ولا يظل كل من يعارضه كانه بيعارض الاسلام او المشروع الاسلامي. طب هل يتناقض المشروع الاسلامي مع مطالب ثوره 25 يناير؟ اطلاقا اطلاقا. اذا المبادئ الرئيسيه لثوره يناير كلها يعليها الحريه، العدل، التنميه، الكرامه الانسانيه، الاستقلال الوطني اللي يعني احنا لم يكن ينادي هؤلاء بغير ما ينادي به الاسلام. تصدير الدين في المشهد اصلا خطر على الدين وخطر على الدوله. طيب حضرتك كيف ترى ثورة 30 يناير؟ هل تراها امتداد لثورة 25 يناير أم ثورة جديدة على ثورة 25 يناير؟ أنا موجة ثورية، أنا قلت كده، ما نقولش ثورة 30 يونيو. هذه موجة ثورية، هذه موجة ثورية لثورة يناير. حينما ثورة يناير تعثرت على مدار 2.5 سنة، مش سنة بس، في تحقيق أهدافها وتحقيق طموحات الناس وتحقيق أحلام شهدائها على مدار 1.5 سنة، سواء شهداء يناير أو محمد محمود 1 أو 2 أو مسبيرو أو غير ذلك من الشهداء اللي احنا بنعتز وبنفخر بيهم كلهم. كان لابد عمل ده حالة غضب. فدي موجة ثورية جديدة، وبالتالي لا يجوز لحد أن يقول أنها ثورة ويستغل تسميتها ثورة للإطاحة بثورة يناير وشهدائها وقيمها العظيمة. لأن ثورة يناير ثورة حقيقية، لأنها كانت تمثل حالة توحد وتوافق وطني عام. فكان ده معنى الثورة الحقيقية. إذن هذا استكمال لثورة، هذا استكمال لثورة يناير. طيب كيف ترى الإعلان الدستوري الذي صدر وهناك خارطة طريق محددة بمواعيد محددة؟ انتخابات، وضع الدستور أولا بعد 4 أشهر، ثم والاستفتاء عليه، وبعدها بأسبوعين انتخابات برلمانية، ثم انتخابات رئاسية في يناير، يعني غضون حوالي 6 ل 8 أشهر. كيف ترى؟ احنا الحقيقة الإعلان الدستوري لأنه منشور لسه النهاردة، ففي لجنة فنية في الحزب بتدرسه، لكن الرؤية المبدئية للحاجتين، الإعلان نفسه أنه في بعض التحفظات على بعض النصوص اللي فيه والمرتبطة بتأسيس الجمعيات والنقابات والأحزاب، تحول من الدستور الحالي اللي هو معطل، تحول بالإخطار لاتخاذ إجراءات معينة في بعض المعاني المطاطة تاني اللي كان نظام مبارك بيستخدمها وتتيح وتبيح له مواجهة الحريات أو إعادة النصوص المطاطة. قصدك قانون الطوارئ لا، النصوص المطاطة كأن يجوز للنيابة في كذا كذا كذا، وفيما كل ما يمس أمن المجتمع، في نصوص غير ممسوكة. احنا ما كناش نحب النصوص دي. الجرائم جريمة ويجب أن تكون واضحة. لكن مع ذلك هو لسه ما زال تحت الدراسه بالنسبه لنا. اما الجزء الثاني المرتبط بخريطه الطريق، الحقيقه احنا كنا منحازين في الحزب جدا لما اعلناه واعلنه فضيله شيخ الازهر امس،
ان الفتره الانتقاليه لا يجوز ان تزيد عن 6 اشهر، يكفيها 6 اشهر. يعني قد 8 نضطر احنا 6 اشهر تمتد ل7 ل8، لكن كلما قصرنا الفتره الانتقاليه كلما ده كان ادعى لاستقرار المجتمع وطمانينه الاطراف كلها، بان اللي جه اللي بيسموه انقلاب عسكري ده انقلاب جاي ليحكم. اللي جه دوت حريص ان يخرج من المشهد. وانا اقدر الحقيقه الاطراف كلها تحمل حب وتقدير واعزاز لهذه المؤسسه الوطنيه اللي انا باكد يجب كلنا دي من المتفق عليه نحافظ عليها، وبالتالي نرجو ان الفتره الانتقاليه تقل حتى كل الملامسات بتاعه المؤسسه دي للمشهد السياسي تبتعد. طب هناك من يرى ان الوجوه التي ستدخل انتخابات رئاسه ستكون مغايره تماما لل 13 مرشح، لانه المصريين ملوا من الوجوه القديمه. انا هذا امنيتي من قبل ان يمل الناس من الوجوه القديمه. انا عقب النتيجه اللي فاتت قلت يجب، حتى انا قلت مره في كلمه، يجب على عواجيز السياسه ان يمتنعوا. زي ما بيقولوا يعني تتوقع وجه جديد يكون رئيسا انا لمصر؟ اتمنى، ودعيت اعضاء حزبي اللي ما زالوا متحفظين على دعوتي ان نقدم الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه وجوه شابه ابناء عصرهم يديروه. وده لا يعني اننا نهرب من المشهد او نروح نقعد في بيوتنا نحن لكن نظل نعاون هؤلاء الشباب. لن تترشح في انتخابات رئاسه قادمه؟ انا امنيتي الكبيره الا اترشح، مش ان اترشح، امنيتي الكبيره لا، وان كان القرار هيبقى مرتبط بالحزب هو يقرر ما يشاء في هذه المساله، لكن ما زلت الح في اجتماعات الهيئه العليا على الحزب ان يعد له مرشحا بين ال40 وال50 في الحدود السن تتوقع وجه جديد رئيسا لمصر؟ انا اتمنى، مش اتوقع، اتمنى ان يكون هناك وجه جديد من الاجيال الجديده، الاجيال الاربعينيه والخمسينيه، ونقف كلنا معاه. وليتنا نتوحد، يبقى احد مظاهر توحدنا ان نجتمع على وجه من هذه الاوجه الجديده. احنا عندنا في الحزب يمكن تكون مش معروفه، للاسف السياسه الفتره اللي فاتت المجتمع كانش فيه سياسه اصلا. لما بدات السياسه تحولت الى سياسه النجوم الاعلام، مش سياسه على الارض والوصول للناس. انا اسال كل الاحزاب السياسيه اين عملكم على الارض؟ اين وصولكم للناس في القرى؟ اين عملكم مع اهلنا الغلابه الفلاحين والعمال اللي بيدوروا على اكل عيش؟ فين؟ ان تتحول السياسه الى ممارسه اعلاميه ونجوميه اعلاميه، هذه كارثه، كارثه السياسه. عشان كده احنا ملامسه السياسه بالنسبه لنا بعد الثوره ما زالت في محل، وعشان كده عاوزين نصبر على ازاي الشعب يتدرب على ممارسه، ازاي احنا كلنا نتدرب على ممارسه تدريب حقيقي. دكتور عبد المنعم ابو الفتوح، رئيس حزب مصر القويه والمرشح الرئاسي السابق، بنشكر حضرتك على هذا اللقاء.